السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ حلقتنا بالصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين. الناس اللي عمالة تشكك في قدرات الوداد المغربي إن هو يقدر يكسب صن داونز، لا يا جماعة، الوداد فريق قوي جدا جدا جدا، ولكن مش عارف إيه الفكرة إن الوقت ده بالأخص يطلع ناس تهاجم الوداد وتقول لك صن داونز هيكسب فرق، صن داونز فرقة جامدة. صن داونز فريق كويس جدا، ولكن الوداد يا جماعة حامل النسخة قبل كده. الوداد فريق البطولات، فريق عنده جمهور قادر يصنع الفارق، فريق عنده عقلية كويسة جدا. بس اللي انا مستغرب له هو إقالة جاريدو في الوقت ده. إقالة جاريدو عليها مليون علامة استفهام، غريبة جدا في وقت حساس زي كده ان انت تقيل المدير الفني وانت عندك قبل نهائي ومع فريق قوي زي صن داونز. ده عليه علامه استفهام كبيره جدا. والكلام اللي انا بقوله ده هو نفس عقليه لعيبه الوداد. ارسن زولا مدافع الفريق قال لك نفس الكلمتين بالظبط، قال لك ان احنا فريق لا يستهان بيه، فريق قوي. الفكره كلها ان فريق صن داونز عشان تكسبه لازم يكون معاك مدير فني فاهم هيعمل ايه في الملعب. لو قفلنا بشكل كويس هنقدر نسجل في صن داونز بدل الهدف 2 و3 و4، لان هم ورا فاضيين جدا. وده انا بقولها على طول يا جماعه، الفرق اللي بتعرف تهاجم بيبقى صعب ان هي تدافع. الوداد عنده حارس مرمى عالمي يا جماعه، يوسف المطيع، من حراس المرمى فعلا اللي انا شايفهم من افضل حراس المرمى في افريقيا. الراجل عنده ثبات انفعالي وهدوء، حارس مرمى كويس جدا. فما ينفعش ان احنا نستهين بحاجات زي كده، او فرقه زي دي عندها عناصر لعبه متكامله بفضل الله. يعني الوداد قادر ان هو يكسب ويعدي صن داونز، وان شاء الله باذن الله. اتمنى بس مسانده الجماهير للوداد، لان بجد احنا محتاجين البطوله يبقى النهائي عربي ما بين الاهلي والوداد باذن الله. بفضل الله الوداد عنده مهاجمين كويسين جدا قادرين يصنعوا الفارق. يعني يوسف الدين بوهيرة لازم اي كوره تجيلك خلصها على طول، ما فيش وقت. ونجم لازم يشتغل من الجناح بشكل كويس جدا. وجونيور عليه يعني جونيور بقى، انت الكره اللي تجيلك ما تعديهاش. سان داونز يا جماعه فريق لا يستهان بيه، ولكن احنا قادرين بفضل الله ان شاء الله ناخدهم هنا في محمد الخامس على الاقل 2-3، عشان هتروح هناك هنقابل فرقه سافله بجد، هنقابل فريق قوي جدا. ولكن والله انا على طول بقولها، الاراده والعزيمه بتاعت لعيبه الوداد المغربي قادره تصنع الفارق. فما نخليش حد يضحك علينا ولا يقلل من قدراتنا، لان الوداد فريق قوي جدا جدا جدا. ولكن انا ملاحظ في الفتره الاخيره ان في ناس بتتربص بالوداد، وانا لا اتمنى ان ده ينعكس على الفريق. انا اتمنى ان الفريق يأدي بشكل قوي جدا وما خلاص يعني نقفل بابنا، وعندنا ماتش مهم يوم السبت ما نخليش حد يلعب لنا في ودنا، عشان احنا عندنا مباراة قوية جدا جدا. اتمنى ان شاء الله باذن الله الفوز للوداد المغربي بنتيجة تقدر تريحه في ماتش العودة بإذن الله. ويا رب تكون الحلقة عجبتكم. ما تنسوش تصلوا على سيدنا محمد وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. سلام عليكم.